السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى كده يا صديقي، أسألك شوية أسئلة بسيطة جدا. عمرك حسيت إنك نفسك تكون قريب من ربنا؟ نفسك تحس براحة حقيقية، طمأنينة مش بتروح؟ نفسك تكون من الناس اللي ربنا بيحبهم وبيختارهم وبيكرمهم في الدنيا والآخرة؟ الطريق لده يا صديقي طريق سهل وبسيط. الطريق لده مش معقد. الطريق اسمه القرآن. طب يعني إيه القرآن؟ القرآن مش مجرد كتاب بندرسه أو بنحفظه. القرآن كلام ربنا، كلام نزل مخصوص عشان يغير حياتنا. القرآن مش بس بيدينا معلومات، القرآن بيعلمنا نعيش إزاي. بنقراه مش بس عشان ناخد حسنات، ودي حاجة عظيمة جدا، يعني دي حاجة لوحدها عظيمة جدا، لكن كمان عشان يربينا ويصلحنا ويهدينا. عارف ليه مهم تتمسك بالقرآن؟ لأن اللي يعيش معاه يبقى ليه مكانة كبيرة جدا عند ربنا. وده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن لله أهلين من الناس. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. يعني اللي علاقتهم بالقرآن قوية، ربنا بيحبهم حب خاص جدا وبيقربهم منه. طب ليه؟ لأنهم مش بس بيقروه، دول بيعيشوا كلام ربنا، بيخلوا القرآن يوجههم ويطبطب عليهم ويقويهم. واللي بيتعلم القرآن أو يعلمه لغيره ده أفضل واحد فينا. برضو ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني على قد ما تقرب من القرآن على قد ما بتبقى أحسن. طيب ده كله في الدنيا بس، هل القرآن بينفعنا في الآخرة؟ أيوة يا صديقي، وبشكل مش ممكن تتخيله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن هيجي يوم القيامة ويقف ويدافع عنك ويشفع لك، يقول: يا رب ده كان صاحبي. متخيل؟ كتاب كنت بتقراه يبقى سبب في نجاتك. كمان لو كنت حافظ القرآن أو حتى جزء منه، كل ما كنت حافظ أكتر كل ما ترتفع في درجات الجنة أعلى وأعلى. يعني اللي حافظ أكتر مكانه هناك أعلى. بس خلي بالك، الموضوع مش مجرد حفظ ولا صوت حلو وبس. القرآن محتاج نعيشه. يعني مثلا لما تقرأ عن الصبر تكون صبور، لما تقرأ عن الرحمة تكون رحيم، لما تقرأ عن الصدق تبقى صادق. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان كده، كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. يعني كل تصرفاته كانت تطبيق عملي للقرآن الكريم. هو ده الهدف الحقيقي، إننا نكون قرآن ماشي على الأرض. ومش هتصدق الفرق اللي القرآن ممكن يعمله في حياتك. بتحس براحة في قلبك حتى لو الدنيا حواليك كلها مضغوطة. بتحس إنك مش لوحدك، بتحس إن في نور جواك، بتفكر أحسن وبتتصرف أهدى. علاقتك مع الناس بتتحسن وبتبعد عن الاكتئاب والضيق، لأن القرآن علاج القلب. والأهم من كل ده إنك تبقى إنسان مختلف، إنسان ربنا راضي عنه. وفي آخر الحلقة عايز أقول لك حاجة: محدش هيستفاد من القرآن بالنيابة عنك، بس لما تستفيد أنت غيرك ممكن يستفيد بيك. لو حصل لك موقف حلو بسبب علاقتك بالقرآن ابعت لنا، شاركوا معانا، عشان دايما نقول مش هستفيد وحدي. استنونا في الحلقة اللي جاية، هنتكلم عن حاجة مفيدة تفيدنا وتفيدكم كمان. ما هو أكيد مش هستفيد وحدي. تابعونا واشتركوا في القناة، وما تنساش، مش هستفيد وحدي. سلام.